أن الله عز وجل ذكر علة القتال وسببه، وهو ما يعرف بقولهم الحرب ضرورة بشرية. فقال عز وجل لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهو الواقع، إذا لم يدافع المؤمنون عن حماهم وعن شريعتهم ودينهم فالعدو سوف لا يتركهم، فنحن نضطر إلى الجهاد اضطرارا، ودي سنة الله في الخلق. إذا بغى الباغون وطغى الطغاة والظالمون سوف لا يسمحون أبدا لبقاء كنيسة يعبد فيها النصارى، ولا صلوات من صلوات اليهود وهي بيعهم، ولا مساجد للمسلمين، وهذا أمر معروف. إذن فهذا فيه علة الإذن بالقتال أو علة الحرب، وأنها ضرورة لا بد منها. وأخيرا، وهذه الكلمة ينبغي أن نعيها، أن الذين يقاتلون في سبيل الله إذا مكن الله لهم في الأرض وأصبحوا مالكين رؤساء حاكمين يجب أن يقيموا دولتهم على 4 أسس. الأساس الأول إقام الصلاة، والثاني إيتاء الزكاة، والثالث الأمر بالمعروف، والرابع النهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلهذا نود من صاحب الجلالة حفظه الله وأطال عمره وأيده بإخوانه ورجاله أن يراعوا لنا دائما هذه الدعائم ال4 كيفما كانت الظروف الأحوال. لا بد من إقام الصلاة وإجبار الناس عليها، فإنه حق الله الذي من أجله ناكل ونشرب. ولا بد من إيتاء الزكاة مهما أثرينا ومهما اتسعت أموالنا، لا بد من جباية الزكاة ولو كانت حفنة الشعير، لأنه حق الله. ثم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن لا تخلو منها ديارنا، لا بد من وجودها إذ هي مراد الله. ثم يختار لها الأكفاء والصالحون ويؤيدون بالسلطان، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حتى نرضي الله عز وجل ونأمن على سلطاننا وبقائنا. فإننا مع الله ما كان الله معنا، ومن كان الله معه ووليه لن يضره أحد. فيا معشر الأبناء، هذه الآية بود أن تكتب أمام كل حاكم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأيما دولة لا تقوم على هذه الأسس كما قال الحكماء دولة هاوية السلك، وسلطانها وإن طال المدى إلى هلك. والتجربة قائمة، والله تعالى أسأل أن يبقي لنا جلالة الملك وإخوته وإخوانه، وأن يبقي لنا هذه الدولة تقوم باسم الله وعلى شرع الله حتى نتنفس سعداء أو نشم رائحة الإيمان والإسلام. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين انصر هذه الحكومة ورجالها، وأيدهم بتأييد من عندك، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وكن لهم ولا تكن عليهم، وارزقهم يا رب من ينصرهم ويؤيدهم على شرعك وعبادتك، إنك ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الله يطول عمرك. ذكرت الملك عبد العزيز في الصلاة بهذا. كان الملك عبد العزيز أنا وشقيقي الأمير محمد كنا طول عمرك إذا جاء الفجر، ونيوم كنا أعمارنا على 7 سنين. نعم. فكان الفجر يمر علينا، هذا في الشتاء وفي الصيف، خلي الطريقة علينا لبغرة المسجد. فكان الواحد إذا ما قام ياخذ مويه باردة في الشتاء في عز البرد يصبوا عليه. فلكن دخلنا فرق في الفجر فاتنا مع الملك عبد العزيز أحمد. وكنا طول عمرك كنا في مغازيه وفي روحاته وجياته، كنا طوق نمشي بعد ما نتعشى بعد المغرب على الجمال ما فيها، فنمشي طول عمرك إلى نجي باقي على الفجر 2 3 ساعات ونبات، لأن الدنيا كانت حر شوي نمشي بالليل.
كان يبات نبات ولا جاء الفجر قبل الفجر بساعة قام الملك وأوقد له الشمعة، فكان ولاك خبرت انه يعني تعفر حتى العفور لا يتوضا، كان الناس في عز الحاجة للماء. فكان يتوضا ويقرأ القرآن إلى حتى يقول له أذن الفجر. قلنا يا الله ما أحد داعي ولا. كان الملك عبد العزيز غريب يعني. جعلكم الله خير. حياته كلها ما خلى مرة في حياته قوم تأخر الليل حتى توفى. الله هنيئا لكم جميعا. الحمد لله. كان مثل ما قريت من التقدم هذا كلام في كل حارة. كأنه إذا صلوا الناس مكتوب الأسماء عند المذن وبعد الصلاة يقرون فلان 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 كبير وصغير. هنيئا لكم جزاكم الله خيرا. لا حرم الله من طيب في